السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة هنعمل بومبار وكرشة. انا جايباه متنضف من عند الجزار، بس ايه غسلته كويس وبقلبه دلوقتي قدامكم عشان اعرف حبايبي الصغيرين ربنا يحسن ما بين ايديهم ان تقليبه سهل جدا جدا. مجرد ما بمسك طرفه زي ما شايفين كده واحطه تحت الحنفية، بس بيجي معايا ازاي سهل جدا جدا. كنت عندي خلطة من محشي، فقلت ايه اجيب بومبار واعملها. بس الحشو سهل جدا برضو، اللي عايز يحشي كده ماشي، وفي طريقة تانية اللي هي ايه زي كأن حد بيدكك حاجة يعني. ربنا يحسن ما بين ايديكم. شكرا جدا على اللايكات اللي بتدهاني والتعليقات. ربنا يحسن ما بين ايديكم. رمضان خلاص فاضل الايام، كانت ايام جميلة جدا. ان شاء الله ربنا يعود علينا باذن الله ويتقبل منا رمضان. صلوا على النبي يا حبايبي. طريقته سهلة جدا جدا. انا هنا بغلي المية بتاعة البومبار في الحلة اللي ورا الكرشة، والكرشة هنا نقعها بملح وسكر وليمونة وشوية خل صغيرين. خلاص كده كنت خلصت، هو كان كيلو وربع. هنا بحط ملح بس للشوربة، ما بحطش اي حاجة تاني. وهتشوفوا لونها لما تغلي. ليه؟ لان كل السوائل بتاعت اللي كانت في البومبار بتنزل والخلطه بتنزل في الميه، طعمها بيبقى لون، مش محتاج ان انت تحطي لها بهاريه تاني. بص انا بمسكه ازاي كأنه ايه دايره كده حلزونيه. واحده واحده بنزلها وبعد كده بقفل عليه. هنا بصوا بقى الكرشه ونظافتها، بصوا جميله ازاي ونضيفه، وبرده كان مش منضفاها. بس قعدت اعيد عليها، خليتها زي اي حته مش نضيفه، ومن ورا بالدرجات دي برضو عملتها. بصوا حبايبي، انا بحطها صحيحه في الحله وبعد كده بقطعها بدل ما تبقى صعبه معايا في التقطيع. هوريها لكم برضو في اخر الفيديو. بقفل عليها وهي بتنزل ميتها وبعد كده بحط لها ايه، هوريكم برضو شويه شويه. بصوا حبيبتي حبيبي، بصوا الشوربه بتاعت البتاع ما حطيتهاش غير ملح قدامكم بس. بصوا لونها عامل ازاي. بصي الكرشه نزلت ميتها. بصوا لون شوربه البومبار نزل كل السوائل اللي في البتاع ده. بصوا انا بغمس فيه الشوكه عشان اشوف السوا ولا لا. هو تقريبا خد معايا نص ساعه. بص هنا غليت ميه في الكتل وحطيت ايه ميه على الكرشه. اول ما تخش في السوا بحط لها البصل بتاعها هوريه لكم دلوقتي. بصوا هنا بوريكم ازاي استوى خلاص. بالشوكه تغرزيها فين بسهوله بتطلع بتغرز. لو ما لقيتهاش لسه بتغرز يبقى خلاص، يبقى لسه كده ما استوش فيها تجليده، يبقى لسه ايه ما استوش. لو دوستي عليه بالشوكه ولقيتيه فيه يعني زي مجلد كده يبقى لسه ما استويش. بتخش معاكي الشوكه بصعوبه يبقى لسه ما استويش. اول ما تدوسي على البومبار وتلاقيها بالشوكه وتلاقيها دخلت معاكي بسهوله يبقى كده استوى. هو تقريبا قعد معايا نص ساعه بس، ما تكترش اكتر من كده عشان ما ايه ما يفرقعش منك الرز يطلع بره. خلاص كده طلعته من الشوربه بتاعته. بتاكد بقى بالمقصوصه. عايزه اقول لكم الشوربه شوفوا حطيت لها ملح بس عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. كل السوائل بتاعه الخلطه نزلت فيه. هنا كنت بقليه بقى خلاص، بس حبه زيت صغيرين واقلبه على ايه على الجنبين.
هنا في الطاسه التانية اللي ورا دي كنت بقلي فيها كنت بسوي بقيه الخلطه فيها. بصوا هنا بقى خلاص الكرشه استوت، وانا بقطعها على القرمه يا حبايبي. بصوا استوت خلاص. ليه؟ بتطلع بالشوكه. واسيبها ايه، تلت تلت يعني سوى بسيط، على اساس هكملها بقى احط عليها طماطم فتغلي بقى معاها. اما لو انت هتحطي صلصه فمش ما يبقى تكملي سواها على طول. يعني انا سايباها كده ايه، فيها مضغه، على اساس ان ايه، هتكمل سواها بالطماطم. احنا حبايبي بنعملها بصلصه الكرشه، وبنعمل معاها رز ابيض. شوفوا انتوا قولوا لي في التعليقات بتحبوها بايه. بصوا لون البومبار جميل ازاي. بصوا مش غمر الزيت، يعني حتى حبه صغيرين جدا. منه اقتصاد ومنه ايه، مش مستاهل ان انت تغمري كل البومبرايه فيه. بصوا ايه رايكم. بصي يا حبايبي، انا بصي قطعت بصل حبه صغيرين، وقطعت بصل ورمه، وقطعت حتى بصل قرمه اسمه قرمه. قولوا لي البصل الصغير اسمه ايه، عشان انا في الاسماء ضعيفه شويه. أورمة. قرمه دي تقريبا ما اعرفش ايه هي، برضو قولوا لي في التعليقات. ربنا يحسن رزقكم. بصوا لونها جميل ازاي. عايزه اقول لكم ان الكيلو وربع ما رماش معايا المره دي، لانه كان كله دهن. حتى قلت لزوجي يرجعه، قال لي لا والله ما مرجعه خلاص. بصوا رايكم. بصوا انا حاطه البصل الاورمه، انا جايباه مخصوص البصل الصغير ده عشان الكرشه. في اللي بيحب يحط حمص طبيخ برضو، انا بحب من عشاقه برضو، بس نسيت اقول لزوجي يجيبهولي. بصي انا كنت عملت الخلطه خلاص بتاعت بقيه الرز في الطاسه التانية عشان ما تترميش ولا حاجه. عايزه تجيبي محشي وتعمليها ماشي، بس انا قلت لا يعني كفايه كده. ممكن احطها تحت الفريزر على طول الخلطه. بس شكل يا جماعه البمبار عامل ازاي. وانا كنت عملت رز ابيض. طبعا الرز ابيض سهل جدا للمبتدئين حبايبي، ربنا يبارك فيكم. وهنا كنت بغلي في الكرشه. بصوا لونها وجمالها. بس كنت مستعجله كده خلاص عشان الفطار. يا سلام بقى لو تحطيها في طاجن بقى وتديها وش في الفرن، تبقى روعه. قولوا لي ايه رايكم في الاكله الجميله دي. ايه رايكم فيها حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا يا رب العالمين، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.